كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا يا جماعه انا ذبحت كذا مره في القناه، بس ذبحت مش الذبح اللي هو تحت رجلي، اللي في ناس بتقول تحط الفرخه او البط تحت رجلك وتذبحها. ومحمد جبت لكم برده الفيديو اللي فات بتاع الذبح، ان هو اللي ذبح لكم. برده في ناس قالت لا احنا عايزينك انت تذبحي، احنا عايزين نشوفك انت عشان نتعلم منك الستات يعني وكده، فعايزين نعمل لهم اذبح لهم الفرخه تحت رجلي. فانا النهارده هعمل لكم الطريقه دي ان شاء الله. انا والله ما كنتش هصور، بس قلت بما ان طلبت مني في الفيديو بتاع الذبح اللي فات كذا حد طلبها يعني، فاعملها عشان انا ما بحبش ارفض لكم طلب. دلوقتي بقى بصوا نجيب الفرخه بتاعتنا اهي، بسم الله. والمفروض نجيب الجناح كمان مع الرجل، عشان والمفروض ما اكونش لابسه شبشب عشان بيقولوا حرام برضه. انا مش بعمل حاجه غير لما بتعلم من الناس اللي بتعملها الاول. وتجيبوا الفرخه كده وما تقلعش الشبشب عشان حرام. وزي ما قال لكم محمد بقى من ايه، تذبحوا من اللستان اللي تحت دي، اللي تحت الرقبه دول، بس تمسكوها كويس اهي، تحكموا فيها كويس عشان ما يكونش حرام عليكم. وتذبحوا بقى من هنا ومن هنا كده. انا حسب ما اقول بسم الله الله اكبر واذبح وايه وارجع لكم. زي ما انتم شايفين انا كده ذبحتها اهو، ذبحتها لوحدي ما خدتش معايا حاجه. السكينه اصلا كانت مقفله، السكينه كانت حاميه فشطتها على طول. ما ينفعش زي ما قلت لكم نحطها في ميه ولا اي حاجه غير لما تخلص، عشان هي لسه، عشان حرام لازم نسيبها تكمل خالص. وبعد كده ايه، وبعد كده نحطها في الميه السخنه. خليكم معايا بص عشان اسمع اللي يسمع كلامكم تاني. اتعورت وانا بذبح اهو، كل ده عشان خاطركم. جيت اقطع رقبتها قطعت صوابعي. انتوا السبب على فكره، كربت صوابعي مش عارفه انضفها ازاي. عمليه اهي. اظن يا جماعه الجيل اليومين دول بقى لو اتعور التعوره دي يتعور ويقعد في السرير بقى كام يوم وما يعملش ولا شغل. بس مش احنا بقى، نتعور ونكمل. كمان بربطه لنفسي اهو، والله يا صبا اتعور تعوره جامده. بصوا خلصت خالص اهي، عشان حرام لما نجيبها. انا قلت لكم في الفيديو اللي فات بس ما وريتلكمش، الميه كانت مغليه على النار اهي. هعملها هنا بالمره عشان ما انزلش ابوظ الدنيا تحت جنبي يعني هنا. بروح بعيد عن الدم عشان غلط بقى، ما تبينيش الدم يا واحد. كل ما اشوف الدم لسه انا خايف بسبب التعوير. على فكره والله انا سايبك من ساعتها تقولي كلام وتحرمي وتحللي بمزاجك، وده مش صح. ليه؟ يا جماعه عشان بس هي بتقول كلام غلط. والله انا بتكلم عن اللي وجه الله تعالى. انت بتقولي حرام اقلق قلب اذبح على نفسي شبشب ليه؟ بيقولوا حرام. ليه؟ والله بيقولوا حرام. جبت منين الكلام ده؟ عايز افهم. من الناس اللي بتذبح. لا ما تقوليش ما تعديش ورا الناس بكلام فاضي. ايه علاقه الشبشب بالذبح؟ الذبح ماله من الشبشب يا جماعه؟ لابسه شبشب، لابسه طالونه، لابسه جزمه، ايه عشان بحط رجلي. انت ما انا بذبح وانا حاطه رجلي. حاطه رجلك على الفرخه نفسها؟ بيقولوا حرام لنعمة ربنا. انا مش هتكلم عشان انا مش. بص ما ينفعش نفتي في الدين واحنا مش عارفين. طب اللي شايف ان هو حرام ان انا اذبح وانا لابسه الشبشب، هي مش بالشوفان ده احنا كده بنفتي افتاء. ما ينفعش ان انا ابقى ماسكها في حاجه ولا ايه ده يا بنتي؟ ما فيش حاجه اسمها حرام ان انا لابسه شبشب وبذبح، دي مالهاش علاقه بالموضوع. برضه حرام ان انا مش عارف اسيبها ايه. طب ما الخروف بنذبحه وبيبقى لسه عمال يفرفر ولا اي حاجه من الحاجات دي، وبننفخ فيه ونضرب عليه بالعصايه عشان خاطر الجلد يسيب اللي جواه، ولسه ما خلصش لسه ايوه لازم نسيبها لما تخلص ونحطها في الميه السخنه. ماشي تمام بس سيبيه، بس ما تقوليش حرام. بصي انا مش بتكلم على كده، بقول ما تقوليش حرام وحلال، ما تقوليش حرام وحلال. قولي غلط، قولي ما ينفعش وخلاص، لكن بلاش حته حرام وحلال دي. انا صح ولا لا يا جماعه؟ قولوا لي والله. والله انا الناس هي اللي بتقول كده، فاحنا بنعمل زي الناس ما بتعمل. انا كنت ماليش دعوه بالفيديو اصلا، مش داخل فيه لان انا بعمل حاجات تانية، وهي يعني الكلام بصراحه استفزني يعني.
وبعدين القف اللي هي اتعورت هي اتعورت، هي كده اتعورت. القف دي يا سلام حته كده صغنونه كده بقت خلاص، يعني هي متعوره كده وممكن تبات 3 4 ايام في السرير. ده احنا الله يرحم اهالينا. الله يرحم اهالينا. والله العظيم 7 اتفتح واوريها لكم. حد قال لك تعملي شملوت؟ حد قال لك تعملي استنى بس. حد قال لك افتح تاني. حد قال لك تعملي شملوت تذبحي لوحدك؟ طب ما انا واقف جنبك. بصوا يا جماعه انت عايزه ايه بس؟ ماشي. لا انت بتقول حته صغيره. طب سيبيه عشان ما بهدلش الدنيا. لا بهدلها، انا كده هغيرها تاني. بصوا يا جماعه اللي بيقول لكم مش عارف، بصوا ولو انه بصوا دي بتغيظوا، شايفين؟ لا ما طب بتفتحي ليه؟ طب انا مش على كده بوريهم. دايما ظالمني، دايما ما بتعمليش حاجه، تقول النهار نايمه، تقول النهار قاعده، تقول النهار على التليفون. الف سلام عليك. اربط بقى. الف سلام عليك. الله يسلمك. بس انا جنبك، ليه ما ذبحناش؟ كنت ذبحت لك انا. مش هم طلبوا مني انا اذبح، وقالوا في الفيديو اللي فات مش عايزين راجل يذبح. مش عايزين راجل يذبح؟ يا ولاد وقالوا كمان ان هم عايزين اذبح تحت رجلي عشان يتعلم، عشان حريم، طالبين مني كذا مره. انا ما شفت ان انا اذبح لهم انا يعني. ما هي ديكي متعصبه بتعمل. هغيرها تاني وانا هعمل الفرخه. انت نضفها. لا انا غلطان. بذمتكم ودينكم مش المفروض هو اللي يقعد يعملها لما اتعورت؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بذمتكم ودينكم يا جماعه. انضف فراخ؟ اللي يقعد ينضف الفرخه بعد 7 ما اتفتح. الفرخه؟ انضفها انا ازاي الفرخه؟ انا مش عارف اصلا بيتربط ازاي. اهو كده باين. انت بتعمل ايه يا محمد؟ ما بتعرفش؟ ولا انا ما بعرفش اربط الحاجات دي والله. ولا انت منضف ولا انت رابط صبعي. البتاعه هتبرد. يلا ها خليكم معايا بقى يا جماعه. انا كده تمام. ايوه قلت الكلمتين بتوعك. انا قلت اللي يملي عليها ضميري عشان حرام. بصوا يا جماعه سهله ازاي لما عملتها بالميه السخنه جامد، بس ما نغيبهاش فيها عشان ما تاخدش معانا وقت يعني، ما تتسلخش مننا. بعمل فيديو واحده عاجبكم كده. هعمل ايه بقى؟ والله المفروض اسيبها واقول لهم اعملوها انتم بالطريقه. هكمل انا الفرخه يا جماعه بقى بايد واحده. ادعوا لي بقى ربنا يخفف السرعه بسرعه، وما تعملوا لايك في الفيديو واشتركوا في القناه لو عجبكم. انا والله عامله الفيديو ده لطلبكم انتوا على فكره، بس انا حاسه ان انا كترت في الذبح الايام دي، بس انتوا اللي بتطلبوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.